مرحبا بكم في رحلة خيالية وروحانية عبر السماء والزمان. تجربة لا مثيل لها تنطلق من ليلة سحرية في مكة المكرمة، حيث انطلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة التي تنقلت فيها روحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم انطلقت بعيدا إلى السماء، تتخللها محطات مذهلة من المعجزات والمواقف الروحانية. بالقرب من السماء السابعة استقبله الأنبياء والأولياء وأطلعه على أسرار الكون والخلق. وعندما تجاوز حدود السماء والأفق انعرجت الأرواح على تلاحم ووئام في لقاء يعجز اللسان عن وصفه. تعالوا معنا في هذه الرحلة الخارقة للطبيعة، واستعدوا لاستكشاف العالم الغيبي ورؤية العجائب بأعين القلوب. النهارده هنتعلم ازاي نعمل فيديو زي الفيديو اللي شفتوه ده بطريقه سهله ومجانيه واحترافيه. وزي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان احنا هنبتدي سلسله المحتوى الديني بدون ظهور، واتكلمنا عن صناعه محتوى القران الكريم واحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام في شكل فيديوهات، وهنسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكربشن لو حد عايز يتفرج عليه. النهارده هنتكلم عن ازاي نعمل قصص اسلاميه بالذكاء الاصطناعي بطريقه مجانيه 100%، وهنبتدي باول قصه هي قصه الاسراء والمعراج. كل اللي عليك كوبايه الشاي وتركز معايا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس. وهنسيب لكم تحت لينك جروب التليجرام عشان نتواصل مع بعض عليه لو اي حد عايز يستفسر على اي حاجه. اول خطوه معانا هنروح على شات جي بي تي وهنقول له ان احنا عايزين ملخص عن رحله الاسراء والمعراج في دقيقه عشان نستخدمها كفيديو قصير على اليوتيوب او الانستجرام او تيك توك، وان المقدمه تكون شيقه وكذابه. شات جي بي تي هيرد علينا باللي انتوا شايفينه ده، وده رد مختصر في دقيقة أو أقل من دقيقة عشان نستخدمه في الشورت أو الريل. فدي كده احنا خلصنا أول خطوة وجبنا السكريبت اللي هنستخدمه. بعد كده هنروح على موقع 11 لابس، هو موقع ممكن نستخدمه كذا مرة بطريقة مجانية لحد ما نخلص الليمت بتاعنا، بعد كده بيبقى موقع مدفوع، فاحنا ممكن نستخدم كذا ميل عشان نستخدمه مجاني لفترة طويلة. هنختار الصوت اللي احنا عايزين نعمل فويس اوفر، فاختاره عادي اجنبي وهو هينطق عربي. ممكن المخارج ما تكونش مظبوطه قوي، بس لا هو بينطقها بنسبه كبيره بشكل حلو. فاحنا مثلا هنختار باتريك ده، وهننزل تحت هنعمل اللي احنا جبناه من على شات جي بي تي هنحطه هنا، اللي هو الملخص الصغير بتاع رحله الاسراء والمعراج. بعد كده هننزل تحت وهندوس على جنريت، وبعد ما هو يخلص جنريشن هنقوم دايسين تحت على اليمين هنا على داونلود. كده خلاص يبقى احنا خلصنا الخطوه بتاعه الفويس اوفر. بعد كده هنروح على موقع ليوناردو دوت اي اي، وهو موقع برضو فيه ليميت وممكن نستخدمه كذا مره بطريقه مجانيه لحد ما نخلص الليميت بتاعنا. هنروح على ايمج جنريشن من على الشمال هنا، بعد كده هنقوم رايحين على الوصف بتاعنا اللي هنقوله للصوره. فاحنا مثلا عايزين نقول له وصفه ان احنا عايزين صوره لراجل اسلامي حكيم عنده لحيه بيضه، ويكون باصص للكاميرا، وان يكون في وشه تجاعيد، وان يكون شكل الجلد طبيعي، وان يكون الخلفيه سوداء، وان يكون مركز ساعه الكلام. وبعد كده هننزل تحت هنلاقي في حاجه اسمها اد نيجاتيف برومت. اد نيجاتيف برومت يعني احنا ممكن عايزين نستبعد شويه صفات من الصوره. فاحنا مثلا عايزين نستبعد ان الصوره تكون ابيض واسود، ان وشه يكون في حبوب، ان البشره تكون ناعمه زياده عن اللزوم، ان هو يكون ذات نفسه خارج التركيز وهو بيبص للكاميرا، ان يكون الصوره جايه بعرض جانبي. فاحنا عايزين نستبعد كل الكلام ده. وما تقلقوش كل الكلام اللي احنا بنقوله ده هنسيبه تحت في الديسكربشن عشان تستخدموه زي ما انتوا عايزين، سواء عايزين تزودوا عليه حاجات او عايزين تشيلوا منه حاجات. بعد كده هننزل تحت هيظهر لنا كذا صورة للشيوخ، فاحنا ظهر لنا كذا صورة هنختار أكتر صورة مناسبة بالنسبة لنا. فأنا شايف مثلا إن الصورة دي صورة مناسبة وحلوة، هنعدل عليها شوية حاجات، بس أنا شايف مبدئيا إنها صورة كويسة. هنروح نعمل لها داونلود، وكده خلاص احنا خلصنا الخطوة بتاعة الصورة. بعد كده هنروح على موقع كانفا وهنكتب في السيرش يوتيوب شورتس. هيظهر لنا كذا تمبلت ممكن نشتغل عليه، فاحنا هنختار ان احنا عايزين تمبلت فاضية. هيظهر لنا التمبلت الفاضيه. اول حاجه هنعملها ان احنا نروح نعمل ابلود للصوره اللي احنا جبناها من على موقع ليوناردو. هنلاقي الصوره هنا، هنقوم منزلينها عند التمبلت بتاعتنا بالشكل ده. بس بعد كده هنقوم دايسين على الصوره وهنقوم رايحين على اديت فوتو. هنقوم نختار باك جراوند ريموفر، دي اول حاجه لحد ما الباك جراوند اللي ورا هتتشال. وهنقوم هننزل تحت كده هنلاقي فيه فلترز، فاحنا ممكن نختار الفلتر اللي احنا عايزينه. دي طبعا بقى راجع لذوق كل واحد، فاحنا نختار مثلا الفلتر ده. وهننزل على نطلع فوق ندوس على ادجست،
وبرضه هنقعد نعدل شويه تعديلات في الصوره عشان تبقى طبيعيه وواقعيه جدا. فاحنا مثلا التمبريتشر او التنت، دي طبعا يعني دي حاجه ملهاش مقياس، دي كل واحد بيعملها لحد ما يوصل للشكل اللي هو عايزه في الاخر. فاحنا هنزودها كده بالشكل ده، ممكن نقلل الكونتراست شويه، والوايتس والبلاكس برضو ممكن نزودها عشان تبقى الصورة فاتحة شوية إلى حد ما. وهننزل تحت برضو هنلاقي عندنا الساتوريشن، فهنزوده برضو شوية عشان يبقى شكل الجلد معانا باين. وبس أنا شايف إن الصورة كده بقى شكلها حلو وجاية بشكل طبيعي. بعد كده هنروح على Elements على الشمال، وهنكتب في السيرش باك جراوند كروما. وهنتكلم بعدين احنا هنعمل الخطوه دي ليه. هنقوم جايبين صوره تكون خضراء زي ما احنا شايفين كده، وهنقوم منزلينها على الصوره دي. بعد كده هنقوم دايسين كليك يمين، وهنختار layers، بعد كده هنختار send to back، وهنكبرها عشان نخلي الخلفيه كلها باللون ده، باللون الاخضر ده. وهنتكلم بعدين احنا ليه عملنا الخطوه دي. كده خلاص احنا خلصنا كل حاجه بالشكل اللي احنا عايزينه. هنقوم رايحين دايسين فوق على شير، بعد كده نختار داونلود، ونختار طبعا احنا عايزين تكون اعلى كواليتي. وهنا هنختار، هي معموله هنا ام بي 4، فاحنا هنختارها بي ان جي عشان تبقى صوره. وبعد كده هندوس على داونلود، وكده خلاص احنا خلصنا الخطوه بتاعت الصوره دي. احنا كده خلصنا كل حاجه، اللي اصلنا بس ازاي نخلي الصوره تتكلم من غير مواقع مدفوعه. بعد كده هنروح على موقع هيجن، وهو موقع مجاني تماما التسجيل بتاعه، بس في مشكله بس صغيره، ان زي ما انتم مكتوب على اليمين كده ان احنا هنستخدمه 1 كريدتس، هنستخدمه مره واحده بس. لكن احنا كان في فيديو شارحين ازاي نستخدم الموقع ده اكتر من مره، هنسيب لكم الفيديو ده في الديسكربشن تحت عشان لو حد عايز يرجع له. طبعا تسجيل الموقع سهل جدا، انا ما رضيتش اعملها عشان ما يطولش الوقت. هيسالك شويه اسئله هتجاوب اي اجابه ودي مش فارقه. المهم هتوصل في الاخر عند الواجهه دي، هتدوس على فوتو افاتار، بعد كده هتقول ابلود توكينج فوتو، وهتختار الصورة اللي احنا عملناها ونزلناها من على كانفا بالظبط، اللي هي الصورة دي. بعد كده هنقوم منزلينها، وهنستنى لحد ما يخلص ابلودنج للصورة. بعد ما خلص ابلودنج للصورة هنروح ندوس عليها، وهنقول له كرييت فيديو، هندوس على بورتريه. بعد كده هندوس على لو جينا بصينا على الصورة الأول، لو لقينا المقاس بتاعها مش مظبوط هنقوم دايسين ديليت عليها، وهنيجي على الشمال على فوتو افاتار، وهنقوم شدينها كده لحد ما نحطها تملى التمبلت كاملة بالمنظر ده كده بالظبط. كده خلاص احنا حطينا كل حاجة، فاضل لنا التسجيل الصوتي نحطه. هندوس على اوديو سكريبت، وبعد كده نعمل ابلود للاوديو بتاع 11 لابس اللي احنا عملناه اللي هو ده، وهندوس اوكي. بعد كده هنستنى لحد ما يعمل ابلودنج للاوديو سكريبت، او عمله خلاص. وكده خلاص احنا خلصنا كل حاجه، وعمل ابلود للاوديو بتاع 11 لابس. بعد كده هنقوم رايحين دايسين فوق على سبميت، وهيقول لنا ان احنا خلاص استخدمنا المره الوحيده اللي ممكن نستخدمها، ومش هيبقى في حاجه بعديها. وطبعا احنا في فيديو شارحين فيه الموضوع ده، هنسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن. وهندوس على سبميت، وكده هنستنى لحد ما يخلص سبميتنج، وبياخد وقت شويه عمال ما يخلص. وبعد كده هننزله عندنا. وبعد الفيديو ما خلص هنروح ندوس على داونلود، وهننزل الفيديو عندنا. وكده خلاص احنا خلصنا كل الخطوات اللي هنجمعها، وبعدين كل الكلام ده هنجمعه على برنامج كاب كات. احنا كده خلصنا كل حاجة، فاضل بس نشوف شكل الفيديو هيبقى عامل ازاي دلوقتي. مرحبا بكم في رحلة خيالية وروحانية عبر السماء والزمان. تجربة لا مثيل لها تنطلق من ليلة سحرية في مكة المكرمة، حيث انطلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة التي تنقلت فيها روحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم انطلقت بعيدا إلى السماء، تتخللها محطات مذهلة من المعجزات والمواقف الروحانية. بالقرب من السماء السابعة استقبله الأنبياء والأولياء، وأطلعه على أسرار الكون والخلق. وعندما تجاوز حدود السماء والأفق انعرجت الأرواح على تلاحم ووئام في لقاء يعجز اللسان عن وصفه. تعالوا معنا في هذه الرحلة الخارقة للطبيعة، واستعدوا لاستكشاف العالم الغيبي ورؤية العجائب بأعين القلوب. احنا كده بس ناقص لنا ان احنا نعمل صور وفيديوهات في الخلفية مع الراجل وهو بيتكلم، وده اللي هنقوم بيه دلوقتي عن طريق برنامج كاب كات.
بعد ما خلصنا كل الخطوات وجمعنا كل حاجه، دلوقتي فاضل ان احنا نركب الكلام ده كله على بعض، وده اللي هيعمله لنا برنامج كاب كات، وهو برنامج فري تماما. هنسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن، وهنروح ندوس فري داونلود وهننزله عندنا، وهنتعلم ازاي دلوقتي نعمل مونتاج بخطوات بسيطه جدا. فاضل بس كده ان احنا عايزين نحط صور وفيديوهات في الخلفيه بتاعه الراجل وهو بيتكلم. فهنروح على موقع بيكسلز وهنكتب في السيرش اسلامك بليسز، وهيظهر لنا صور كتير وفيديوهات عن المسجد الأقصى وعن جوامع كتير وعن مكة فاحنا هنختار أكتر فيديوهات أو صور احنا شايفينها مناسبة ونعمل لها داونلود. فهناخد مثلا صورة زي الصورة دي، وهناخد لنا حوالي فيديوهين كمان على صورتين كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان نحطهم خلفية معانا. بعد كده هنقوم واصلين للواجهه اللي قدامكم دي، وهنعمل امبورت لكل الفيديوهات والصور اللي احنا جبناها من على موقع بيكسلز، ومعاهم طبعا الفيديو بتاع هيجن. فهننزل اي فيديو مثلا احنا عايز جبناه، وبعد كده هنقوم منزلين فوقيه الفيديو بتاع هيجن زي كده بالظبط. بعد كده هنقوم رايحين واقفين دايسين على كروب، وهنشيل العلامة المائية اللي موجودة تحت. بعد كده هندوس على كونفيرم، وهنصغر الصورة إنها تبقى مثلا نحطها على اليمين أو على الشمال، فوق أو تحت براحتك يعني. كل واحد حر يحطها في أي كورنر براحته. بعد كده هنلاقي على اليمين في فيديو، بعدين هنجيب كات أوت. بعد كده هنقوم رايحين على كروما كي، وهنقوم دايسين على علامة القلم دي. وبعد كده هنقوم رايحين دايسين على اللون الأخضر اللي في الصورة اللي احنا عملناه وقلنا هنستفيد منه بعدين. بعد كده هنقوم جايبين السترنس بتاعتها وجايبينها على الاخر. والخاصيه دي بتخلي ان ميبقاش فيه باك جراوند، يعني تبقى الباك جراوند اللي ورا الراجل هي الباك جراوند بتاعت الصوره اصلا. والخطوه دي مهمه جدا. بعد كده هنمشي مع الفيديو بالشكل ده، وهنزود مثلا فيديو كل 5 6 ثواني. هنقوم منزلين صوره او فيديو زي ما انتم شايفين كده. يعني لما يجي سيره المسجد الاقصى هنقوم حاطين صوره المسجد الاقصى، لما تيجي حاجه لمكه هنقوم حاطين فيديو عن مكه، لما تيجي حاجه عن السماء هنقوم حاطين فيديو عن السماء بالشكل ده. ونفضل نرتبهم كده لحد ما نوصل في الاخر للترتيب اللي احنا عايزينه. ده كده بعد ما ركبنا الصور والفيديوهات على الكلام اللي ماشي في الفيديو. بس اهم حاجه نختار ان احنا الريشيو تكون 9 ل 16. ولو لقينا مثلا فيديو مش مكفي زي الفيديو ده كده ومش جاي على المقاس، هندوس بالاسهم كده لحد ما يملى التمبلت كلها. او مثلا زي مثلا زي صورة ال دي مثلا كده، هنقوم برضو مزودينها لحد ما تملى الصورة كلها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بس كده احنا خلصنا كده كل حاجة والفيديو بقى جاهز. ممكن بقى نزود انيميشن، نقف على اي حتة مثلا نزود انيميشن احنا عايزين نعمله. دي بقى براحتنا، ممكن نعمل اي حاجة احنا عايزينها. بس احنا كده عملنا كل الحاجات الاساسية في الفيديو. كده خلاص احنا خلصنا. هنقوم رايحين دايسين فوق على اكسبورت، وهنختار ان هو ريزوليوشن يبقى 4K. بعد كده هنقوم دايسين على اكسبورت، وكده خلاص احنا خلصنا كل الخطوات بتاعتنا. مرحبا بكم في رحلة خيالية وروحانية عبر السماء والزمان. تجربة لا مثيل لها تنطلق من ليلة سحرية في مكة المكرمة، حيث انطلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة التي تنقلت فيها روحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم انطلقت بعيدا إلى السماء، تتخللها محطات مذهلة من المعجزات والمواقف الروحانية. بالقرب من السماء السابعة استقبله الأنبياء والأولياء وأطلعه على أسرار الكون والخلق. وعندما تجاوز حدود السماء والأفق انعرجت الأرواح على تلاحم ووئام في لقاء يعجز اللسان عن وصفه. تعالوا معنا في هذه الرحلة الخارقة للطبيعة، واستعدوا لاستكشاف العالم الغيبي ورؤية العجائب بأعين القلوب. الفيديو كده هيطلع بالشكل اللي شفتوه ده من غير ما ندفع اي فلوس بطريقه احترافيه. ما تنسوش تكتبوا لنا الفيديو الجاي عايزينه يبقى عن ايه. ولو حد عايز يكمل سلسله المحتوى الديني بدون ظهور، هنسيب لينك الفيديو تحت. ويا ريت تكتبوا لنا ايه رايكم في الفيديو في الكومنتس تحت. ويا ريت تشاركونا في جروب التليجرام السري بتاعنا عشان نساعد بعض عليه. وما تنسوناش في السبسكرايب واللايك. وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم.